السلام عليكم ورحمة الله. حابب اتكلم في موضوع كده، موضوع السفر لجنوب شرق اسيا. انا مقيم في تايوان من 2010، يعني في حدود حوالي 15 سنة. ففي ناس كتيرة بتسألني على موضوع السفر، او ممكن نسافر، او في فرص عمل، او نعرف نشتغل في الدولة ديت. في نقط بس حابب يعني اوضحها للناس. دول جنوب شرق اسيا، معظم العرب اللي بيجوا هنا بيجوا للشغل، يعني بيزنس، يعني مثلا جاي يشتري حاجة، جاي يستورد حاجة، جاي يعمل حاجة. إنما كعمالة مثلا زي الأردن أو الإمارات أو الكويت أو السعودية، فبتبقى صعبة جدا جدا. لها نقط، يعني أنت عندك مثلا في الإمارات، في السعودية، في الأردن، في الكويت، تبقى نظام كفالة وبتطلع عقد عمل، ومصرح موجود العقودات العمل. يعني أنت مصرح، يعني هناك مصرح للمواطن السعودي أو الإماراتي إنه يجيب عمالة على اسمه بكفالة. فدي انت مصرح لك هناك، وفرص موجوده ان انت تعرف تجيب عقد، ما ايا كان المبلغ غالي او مش غالي، مش نقطه يعني. تاني حاجه، لما بتروح مثلا دوله زي السعوديه سياحه او عمره، او بتروح الامارات سياحه شهر او زياره شهر، وبعد كده بتتهرب جوه البلد، انت بتتكلم لغه عربيه وفي دوله عربيه، يعني هتلاقي 99.9 من الناس اللي موجوده بيفهموك وبيتكلموا معاك، وهتلاقي فرصه عمل. يا اما تلاقي يا اما تلاقيش. يعني في ناس بتروح الامارات وما بيلاقيش فرصه عمل وبيرجع يروح تاني، في ناس بتروح السعوديه وبعد شويه بيشتغلوا وبتمسك. انما الدول اللي احنا فيها ديت، مثلا زي تايوان او كوريا او الصين، ما فيش فيها حاجه اسمها قصه عقودات عمل، ان انت تجيب عقد عمل وتاخد عقد عمل وتشتغل. في عقبات، دي الدوله مش منحاها، او مش فيها الخاصيه ديت، ان انت في شخص مثلا يكون حتى لو مواطن من الدوله، ان يعمل عقد عمل لواحد ويجيبه يشتغل هنا. دي النقطه الثانيه. لو يعني جزافته ان انت هتقطع تذكره وتيجي هنا سياحه، معمول لك فيزا سياحه، وتقعد اسبوعين ثلاثه وتهرب جوه الدوله عشان تدور على شغل. ديت صعبه جدا، ويعتبر من المستحيلات ان انت تلاقي شغل بالطريقه ديت. لازم كنت رايح لواحد رايح عليه، وبرضه مش عارف يعمل لك اقامه، ومش عارف يعمل لك عقد ان انت تقعد. ليه؟ لان هم مش موفرين العقودات دي. الحاجه التانيه، حتى لو انت متهرب وراح تشتغل في مكان، دول بيتكلموا لغه صيني، يعني حتى انت معاك لغه انجليزيه. هنا متعلمين اللغه الانجليزيه وبيتقنوها اتقان احسن مننا في الدول العربيه، بس ما بيحبوش يستخدموها. فالمفضل ليهم بيكون يا اما واحد بيتكلم صيني، يا اما مجموعه جايه، لان المصانع هنا يعني تايوان دي فيها مصانع كتيره، دوله تكنولوجيه من الدرجه الاولى، ففيها مصانع الكترونيات، ومصانع بوردات واشباه موصلات كتير جدا جدا. والعماله بتاعتها ما بتكونش من تايوان، يعني الرؤساء المهندسين والجماعه دول بيكونوا من تايوان، لكن العماله بتاعتها ما بتكونش تايوان بس. بتكون منين؟ بتكون من الدول المجاوره، يعني بتكون من فيتنام، من فلبين، من اندونيسيا. بس في نقطه، في اندونيسيا وفي الفلبين وفي فيتنام وفي تايلاند بيبقى في معاهد موجوده هناك عارفه العماله المطلوبه لتايوان، يعني بيبقى في تعاون وتنظيم بينهم البعض. فالعامل قبل ما يجي هنا بيكون راح مركز تدريب هناك وخد دورة تدريب على الحاجة اللي هو راح يشتغلها هنا، وبيجي عن طريق بروكرز، او يعني مثلا وسطاء في النص، او يعني بنقول عليه ايجنت. بيبقى في النص في ايجنت في الدوله ديت، والايجنت التابع لهذا. فهناك بيشوفوا المتدربين ايه، وبياخدوا الفرص، وبيشوفوا الورق، وبيشوف كذا، وبعد كده يصدرهم على هنا، وبيجي معاهم رئيس بتاعهم، او واحد بيكون اقدم منهم هنا شغال برضه من بلدهم، ويبدا يعرفهم يفهمهم. يعني لما تعمل له انت هتشتغل على المكنه دي، انت هتعمل دي، انت هتسوي ديت، وبتفهم معاه باللغه بتاعته، لان هو ما بيفهمش صيني. واحده بواحده لما يبقى يتعلم. انما واحد جاي لسه عشان يدور على يشتغل في مصنع، مش هتلاقي الموضوع دوت. دي حاجه. النقطه الثانيه، عشان تدور على مثلا تشتغل في مزرعه، مفيش هنا مزارع. انت بتتكلم في جزيره مساحتها ما تجيش حتى يعني نص مساحه شبه جزيره سيناء، وتلتين البلد جبال. يعني اللي عنده مثلا جراتين ثلاثه بيزرعهم دي بيبقى ملك. فما فيش حاجه اسمها عماله جاي يشتغل في الزراعه هنا، مثلا زي اللي رايح يشتغل مزارع في الاردن. تالت حاجه، المجاولات اللي بيبقى يتهرب فيها العمال، لان متشددين هذا من لما كان حصلت في 2019 ازمه الفيروس كوفيد 19. وناس كتيره اتزحمت هنا، فبداوا يفعلوا يعني انظمه هنا ان يدور ويمسك الناس المخالفين. والمتخالف هنا عشان خاطر يمنعوا او يحذروا الناس ديت، فاللي كان بيخالف هنا كانوا
لما كانوا بيمسكوه الشرطه بتمسكه مش بياخدوه مثلا يومين ثلاثه ويرحلوه على بلده، لا ده بياخدوه في سجن موجود مثلا في اكاديميه الشرطه، يخلوا الضباط الجداد يعني يتدربوا عليه. اصحى تمامك الساعه 8 الصبح، لان حصلت وناس اتمسكت من هنا وناس كانت موجوده وعارفهم اتمسكوا. اصحى تمامك الساعه 8، استحمى، مفيش حتى فسحه، بس ده هو عنبر كامل ما بتطلعش منه، يعني ممكن يعاقبك شهر، يعاقبك شهرين وبعد كده يرحلك. في الشهر والشهرين دول بتشوف عذاب الوان. يعني الاكل اللي بحط عليك لازم تاكله، مفيش حزم ما يعجبنيش، حط لك خنزير، حط لك مفيش خيارات. فراخ هتاكل، بس انت بقى الله اعلم بقى هتتقبل الاكل ولا لا، او اذا امتنعت عن الاكل بيعاقبوك اكتر. دي النظام اللي يتمسك يعني. ثانيا ان انت تتهرب جوه البلد، مش عارف تتهرب، لان انت لا انت معاك لغه، ولا انت فاهم ليهم، ولا انت عارف مواصلات ايه، ولا نظام ايه، ولا العيشه عامله هنا ازاي. يعني عشان مثلا لما تيجي تسافر من مصر لتايوان، تذكرتك من 50,000 ل60,000 جنيه مصري، وعشان تعمل واحد يعمل لك دعوه فيزا، دعوه حتى لو يعني مش صحيحه، او فيزا وهميه، وان انت تيجي وهتاخد لك اول يوم، هتاخد لك اول مره 14 يوم. الدعوه ديت او الفيزا ديت مش موجوده عندك سفاره في مصر عشان خاطر تعرف تعمل فيها فيزا. فاقرب مكان ليك يا اما تعملها في دبي يا اما تعملها في الاردن، مفيش ليك حل تاني، يا اما سلطنه عمان، لان مفيش هنا في تايوان مفيش سفاره لمصر، وفي مصر مفيش سفاره لتايوان، مش موجوده الا في الاردن القريبه منك، يعني الاردن او دبي او عمان، سلطنه عمان. هتكلفك في حدود $500، يعني دخلت في 25,000 جنيه، وده 50,000 جنيه تذكره، 75,000 جنيه. وعشان تيجي تقعد هنا بقى وتدور لك على مكان وسكن، ولازم الا يكون معاك تذكره ذهاب وعوده، يعني مش هيدخلوكم من المطار من هنا الا اذا كان معاك تذكره ذهاب وعوده، ومعاك فندق بالفعل انت حاجز انت رايح تقعد فين. ولو واحد عمل لك دعوه وجابك هنا، وفي خلال الدعوه اللي هي جات لك مثلا الفيزا 14 يوم، في خلال ال 14 يوم اذا ما غادرتش البلد بقيت متهرب، وبقى اللي عامل لك الدعوه ملزم قدام الحكومه وبيدفع غرامات تعدي ال $2000، يعني بيتعاقب كمان، هو بتعدي ال $2000 الغرامه دي. فلو في هنا نظام عقودات عمل، او لو في هنا نظام كفاله، او نظام الواحد يعرف يجيب عمال، حب يزين ده حب عليا، انا هقعد زي الباشا كده واعمل عقودات عمل واكسب فيها. في ناس كتير شغاله فيها في السعوديه وفي الاردن وفي الكويت وفي دبي وفي سلطنه عمان، مصريين قاعدين بيعملوا عقودات عمل، او بيساعدوا ان انا يطلع عقودات عمل، وبيجيب مصر وباخد عليك، باخد عليه عموله. يعني ممكن اخد عليه مثلا في العقد الواحد $1000. لو هي الفرصه دي متاحه هنا، ده انا اقعد زي الباشا في البيت، واقعد زي الباشا في مصر، واقعد زي الباشا في تايوان، وبس اطلع عقودات واجيب ناس، وهكسب على الواحد 50,000 جنيه. يعني لو صفرت 10 في الشهر، او 20 في شهر، في شهرين، بقيت مليونير. بس الفرصه دي للاسف مش متاحه هنا زي الدول التانية. يعني مثلا عندك في الدول الاوروبيه السفر هناك، وبتبقى الهجره غير الشرعيه بتبقى صعبه جدا، بس اول ما بتحط رجلك هناك ليك مداخل، لان المصريين هناك او العرب هناك كتار، فممكن واحد يساعدك ويخبيك في مكان، انما العرب هنا مش كتار، دي اول حاجه. ثانيا معظم العرب اللي هنا يا اما واحد جاي يتعلم يعني يدرس هنا، او جاي منحه ياخد ماجستير او دكتوراه، يا اما واحد متزوج، يا اما واحد قاعد هنا وبيعمل بيزنس، يعني عنده شركه وبيستورد حاجات من هنا وبيشغل، عنده شركه مثلا وبيعمل بيزنس وبيستورد حاجات وبيصدرها لبلده. هي دول الثلاث نقط اللي موجودين في الدول ديت، لان هم اساسا عندهم اكتفاء. ثانيا الاعمال اللي هم عاوزينها المدربه والارخص بتيجي من تايلاند، وبتيجي من فيتنام، وبتيجي من الفلبين، وبتيجي من اندونيسيا. فهو مش محتاج ان واحد يجي من الشرق الاوسط لا فاهم لغه ولا فاهم حاجه ولا معاه رئيس هلا يفهمها ويجي يشتغل ومش مدرب عليها. دي النقطه. الموضع هنا مختلف خالص عن الدول العربيه، مفيش عقودات عمل. ثانيا مختلف خالص عن اوروبا، لان اوروبا بيبقى عارف ان في هجره غير شرعيه، بس اللي بيلاقيه شغال وحافظ ان هم عايزين عماله. بس هو برضه انت كده كده يعني عشان توفق اوضاعك ان انت رايح بعقد عمل بيكلفك كتير، فانت بتضطر تهاجر هجره غير شرعيه، او تروح على بولندا عقد عمل، ومن هناك بتتهرب بعدها بسنه، او من تركيا وبتهرب. المهم لها كذا طريقه، بس انت في الاخر لما بتوصل للدوله اللي انت رايحها، هم عارفين ان في ناس قاعدين وضع غير قانوني كتير، بس هم عارفين ان في ناس كتير اقتصاد البلد عايش على الناس الغرباء دول، او العمال حتى اللي مش لهم اقامه شرعيه، عارفين ان هم اللي رافعين الاقتصاد بتاع البلد، فبيسيبوه. ما مستحيل تقول ان انت في واحد يبقى قاعد في بتاع، هيجيبك لو انت قاعد فين. يعني لو هم مقررين يجيبوا واحد هيجيبوه، بس بيسيبوا العماله دي شغاله الا لو غلطت. عندك هنا اكتريه الناس اللي موجوده هنا وبتبقى غير شرعي وسايبينهم،
بالافارقه، الافارقه اللي هم بيجوا من نيجيريا، بيجوا من النيجر، بيجوا من الكاميرون، من ساحل العاج، من كوت ديفوار، من بوركينا فاسو، كتار هنا. بيجي هنا وبدور، ممكن يتجوز او ممكن يكون مثلا عامل شركه على حسابه بتكلف في حدود 4000 دولار، بس لازم يلا تشتغل. بعدين انا بستخبى وهو جاي عامل حسابه ان هيقعد هو حظ بقى، ممكن يجي بشهر. يعني في ناس اقسم بالله العظيم اجى بس شهر واحد، يعني هو جاي ليه فيزا شهر، اجى شهر واحد من بوركينا فاسو، وواد شباب محترم جدا والجوه بتاعته، لان العماله هنا من الافارقه ما بيشتغلوش الا في تحميل الحاويات، ودول شغل صعب جدا. يعني احنا حتى انا بشتغل مثلا في قطع غير السيارات وبيبقى معايا عمال مصريين ما يقدرش يستحمل الحراره او الجهد زي الافريقي. هي سبحان الله ربنا يخليكم كده. يعني مثلا بيبقى في عز الحر، في عز درجه الحراره اللي انت ما انتش طايقها ولا انت مستحمل تقف عليها، ومغطي راسك او لا ماسك شمسيه او كده، هو براسه وحالق شعره كده وواقف في الشمسه، ولا بتعمل فيه اي حاجه ولا بتاثر عليه. بيبقى جوه الحاويه لو درجه الحراره بره 35 بتبقى جوه الحاويه تعدي ال 50، لان الحاويه حديد وبتكتم الحراره جوه. هو جوه عمال يحمل ويرتب في الحاجات في الحاويه. احنا ما نقدرش. يعني انا بشتغل في الحاجات دي من زمان، اساعد في الشغل وكده لان شغلي، بس ما اقدرش ما استحملش 10 دقائق جوه الحاويه. فهو ربنا مديهم قوتهم كده. وبرضه بيبقى في تهريب، واللي بيتمسك هو جاي من بلده وعارف ان ممكن في اي لحظه يتمسك. فاللي في حمل انا ممكن يعني في دقيقه اضحك على الناس، تعالى واعمل دعوه لواحد واثنين وثلاثه وخش انا دخلتك البلد اهوت وعيش مع نفسك. بس انا متاكد مليون في الميه ان هيتمسك جوه البلد، لان لا يعرف ياكل ولا يعرف يشرب، اكل مختلف وشرب مختلف خالص وطبيعه اكل مش هتقبلها في بدايتك، ولا لغه هتعرف تعملها، ولا هتعرف تشوف السفريات. ما فيش هنا مثلا ميكروباص يوديك من محطه لمحطه، دي ما فيش الا الاتوبيسات والمترو والقطارات. فمش هتعرف تلاقي لنفسك فرصه هنا. انا ممكن اقعد كده واجيب 100 واحد، يعني في خلال بس يومين اعمل دعاوي ل 100 واحد واجيبهم، هجيب لهم دعوه شهر هنا، بس انا ماليش علاقه بيهم، لان مش هقدر اشوف له شغل ومش هقدر اضمن له ان هو يقعد هنا قدين وهيبقى يتمسك. فانا ممكن اضحك على الناس واخد على كل واحد 50 60 الف جنيه وابقى مليونير في شهر واحد. بس ربنا يحاسبنا على الكلام ده لان فلوس حرام. يعني قعدك وجيبك هنا اقسم بالله العظيم كانت في ناس بتيجي هنا وبعد اسبوع ولا اسبوعين من الفيزا ما تخلص، وهو كده كده من غير فيزا ما تخلص مش هتلاقي ياكل ولا يشرب ومش لاقي منفذ يدور بقى على فين المسلمين اللي هنا. مفيش مسلمين كتير. وبعدين ده يعني تايوان على بعضها كدوله، يعني من الشمال للجنوب والشرق الغرب مفيش فيها الا 6 7 جوامع. دوله كامله مفيش فيها الا 6 7 جوامع. فيضطر يروح جنب الجامع يدور ينتظر مساعده غزا. انت منين يا ابني؟ طب ايه اللي جابك هنا؟ طب انت مش عارف ان في كذا؟ طب مين اللي ضحك عليك؟ طب كذا. وفي الاخر يضطر يدور ان حد يلم له، او هيرجع صرف له 150 الف جنيه في الفاضي وروح ومشي وما استفادش حاجه. فانا لو في عقودات عمل، انا لما اقعد زي الباشا والبرنس واعمل عقودات عمل واقعد، انا بقالي 15 سنه بتكلم صيني بتكلم انجليزي وليا اصحاب وبعرف اتعامل مع الناس وليا شغل هنا وليا تجارتي وبتاجرها. يعني لو في فرصه من ديت اكسب منها فلوس، ما انا هقعد زي الباشا اكسب فلوس. بس حرام، ممكن اكسب فلوس بس تبقى حرام عليا. يعني حرمانيه كبيره ان انا اجيب واحد هنا وغربه من بيته وبهدله علشان هو جاي يدور على رزق لبيته ولا عياله، وامشيه هنا جوه البلد وانت حر مع نفسك وتصرف مع نفسك. في ناس كتير عملتها هنا، بس انا يعني هجابر ربنا ازاي بالحاله زي دي. فلو في فرصه يا جماعه والله لمسافر ناس كتير، وكانت اولى الناس اللي اسافرهم ناس من العيله وناس كذا. يعني انا عندي شركه استيراد وتصدير هنا في تايوان بقالها 10 سنين، شركه وبتتاجر ولها راس مال ولها تجاره وبحمل حاويات. انا بس كشخص وشركه هيت مش مسموح لي ان انا اجيب ان انا اجيب عامل واحد فقط، وليها اشتراطات ان الشركه دي بتاعتي بتبقى فعلا شغاله، مش شركه وهميه بس انا مجيدها كده مثلا بسجل تجاري او بطاقه ضريبيه وخلاص واجيب عليها عامل. لا، ده اللي لازم تكون الشركه دي شغاله ووفت الكريتيريا بتاعتها، ان مثلا لازم تصدر اقل حاجه 3 مليون في السنه. لازم تصدر اقل حاجه 3 مليون عشان يعرف يجيب عامل واحد يقعد سنه، وكل سنه يقيموه هل فعلا الشركه شغاله، العامل يفضل شغال ويجدد. اللي مش شغاله العامل غير ملزمين بالعامل ولازم يتعامل لتر حلو يروح. فالفرصه دي اللي في دي ان انا اسافر حد هنا. انا وبرده ثانيا بعيد عني بحذر الناس اللي يقول لك تعالى اما اسافرك تايوان هشتغل ايه، ده هتروح اشتغل هناك وتشتغل مع مصريين، بيكذب عليك وبينصب عليك وبيضحك عليك، لان مفيش هنا فرصه شغل ان انت بالنظام دوت.
اللي ده حتى يعني اللي جاي يدرس هنا في جامعه مش بيصرحوا لنا يشتغل، وبعد شويه لما تلاقوا فعلا يعني هو جد ان هو جاي يتعلم يصرحوا لنا هو يشتغل مثلا 3 ساعات 8 ساعات في الاسبوع 9 ساعات في الاسبوع ده بنفسه. انما بقولها لك اهوت اتحدى اي واحد تعالى هجيب لك سفريه تايوان واعمل لك الفيزا، ما هيعمل لك، ما انا اعمل لك الفيزا باسهل سهوله، اعمل لك دعوات على الشركه لما تقول بس واجيب لك شهر. هو اي واحد تاني ممكن يجيب لك 14 يوم. تعال وهدخلك البلد واقوم موديك عند الجامعه وتعالى اقعد بقى لما ربنا يرزقك وشوف لك حد يعمل. مش حد هياخدك ولا حد هياخدك يشتغل معاك، لان مش حد يعرف يوفق لك اوضاعك. ثانيا هتروح خسارة الله وهتخسر فيزا وهتخسر تذكرة وهترجع تاني مصر بعد ما تتبهدل يعني. ولو يعني صدفت ان واحد مصري او عربي خدك تشتغل معاه في الخفاء كده هيذلك وانا بقول اهوت، وناس صحابي في تايوان وعارفهم، هياخدك هيذلك في عيشتك وهيذلك في افكارك، واللي هيتفق معاك عليه مش هيدي لك لان انت متهرب مش هتقدر تعمل معاه حاجه. فهيقول لك لا ما معيش والله فلوس، لا والله شغلك دي مش عاجبني، لا والله مش عارف ايه، يتفق مثلا معاك على $500 مش هديك الا $200 مش هديك الا $100. هو وكيفه مش عاجبك انزح من هنا امشي من هنا، وانت مش هتقدر ولا تقدر تشتكي في شرطه ولا تقدر تعمل في حاجه لان انت اساسا قاعد مخالف. لا هتقدر تجرب ناحيه مرض الشرطه، ممكن يشغلك شهرين 3 وفي الاخر ما يديكش فلوس، او حصلت اقسم بالله بالفعل كتير. هيضحك عليك وينصب عليك وفي الاخر هو المستفاد، وانت اللي ما تقدرش تعمل معاه حاجه لا قانوني ولا غير قانوني هتقدر تعمل معاه حاجه، وفي الاخر هتروح انت الخسران. فاذا ما كانش ليك حاجه هنا ومعاك فعلا فرصه ان انت تشتغل، ما تخليش اي حد يقول لك تعالى مسافرك تايوان ويعمل لك البحر طحينه هياخد، لان هتكلفك التذكره وهتكلفك الفيزا وهياخد عمولتك كمان، وبعد كده بسأل لي عليه موضوع كلفك 200,000 جنيه وفي الاخر تروح. طب ما 200,000 جنيه ده استفاد بهم عمل بهم مشروع ولا سافر لك سفريه دبي او السعوديه. اذا كان السعوديه ودبي قعدوا صعبين الوقت على المصريين، هتيجي تايوان والحتت ديت مش هتبقى صعبه؟ هم مش لازمهم عماله اساسا، يعني اكتريه العماله موجوده هنا موجوده للمصانع التايوانيه بتاعت التكنولوجيا بتاعت التصنيع، وموجودين مش بيجوا الا من الدول اللي هنا من مراكز التدريب. دي نصيحه على وجه الله، ما تسمعش كلام حد يقول لك تعالى مسافرك تايوان وفي شغل وما فيش شغل. لا ما فيش حاجه، ما فيش شغل هنا، صعبه صعبه صعبه. حتى لو لقيت شغل هتواجه نفسك باللغه. وثانيا ما فيش واحد تايواني هيرضى يشغلك عنده وانت مش معاك اقامه شرعيه، ما معكش اقامه شرعيه عشان يشغلك، ولو معاك اقامه شرعيه هتبقى غلبه عشان تعرف تدخل في اي مكان تشتغل فيه، لان ما معكش لغه، لازم تتعلم لغه. دي بس حبيت افيدها للناس بس. السلام عليكم ورحمه الله.